مساء الفل. اخباركم ايه؟ الحكايه باختصار بين الاهلي وابو جبل. طبعا مسؤول النادي الاهلي كلموا وكيل اللاعب ان هو اخو ابو جبل، هو وكيل محمد ابو جبل حارس مرمى البنك الاهلي. قالوا له باختصار: محمد ابو جبل عايز يكون في النادي الاهلي؟ اه طبعا. طبعا محمد ابو جبل موافق وليه الشرف ان يلبس تيشيرت النادي الاهلي. ده كلامه نصا. تمام. مسؤول النادي الاهلي بلغوا مسؤول البنك الاهلي على ان احنا عايزين محمد ابو جبل اعاره لمده 6 شهور. الناس كانت مرحبه جدا ان ابو جبل يروح النادي الاهلي. لكن بقى كابتن محمد الشناوي وكهربا بلغوا مسؤول الاهلي الحذر ثم الحذر من محمد ابو جبل، ان هو كثير الازمات وكثير المشاكل في اوضه اللبس. ده اللي خلى مسؤول النادي الاهلي ينسحبوا من الصفقه بهدوء. طبعا اداره النادي الاهلي بلغوا اعتذارهم لمسؤولي البنك الاهلي. ده الموضوع باختصار. علي لطفي خلاص اعاره رسمي لمده 6 شهور في النادي الاهلي. الموضوع انتهى، ان خلاص علي لطفي هيكون موجود في النادي الاهلي اعاره لمده 6 شهور. ده اللي عندي دلوقتي. اشوفكم فيديو جديد. سلام.